أهلا أصدقائي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. فقبل ما نبدأ الموضوع الحلقة اللي هو جمهور الرجاء ينتصر على القجع، فكنتمنىكم تدعمونا بلايك ثم اشتراك ثم تساندونا في هذا البرنامج مع المايسترو. فبداية كيفاش جمهور الرجاء انتصر على القجع؟ كما كتعرفوا فجمهور الرجاء طلق واحد الهاشتاغ اللي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو القجع الفاسد، وبالتالي جمهور الرجاء ما نزلش يديه رغم البلاء القجع، لكن جمهور الرجاء بقى في الإصرار ديالو، بقى في الضغط ديالو على القجع. واليوم كان اجتماع ديال الجامعة اللي تداول في عدة نقاط غنذكرهم إن شاء الله في هذا الفيديو. فأول نقطة هو أن القجع استجاب لجمهور الرجاء ورضخ للضغط، عكس الناس اللي كانوا يقولوا أن القجع ما عندوش واحد المسؤولية فيما يقع في الكرة الوطنية. وبالتالي فجمهور الرجاء على الأقل ساهم بواحد التغيير ديالو عبر هذا الهاشتاغ، رغم أنه هذا الهاشتاغ كان قاصح جدا في حق فوزي القجع. وبالتالي جمهور الرجاء كتحسب لي واحد النقطة أنه كيغير المنافسات ويغير بزاف المعطيات، فبداية بازدواجية المهام لحيد الناصري، ثم الآن فالجامعة تتخلى كلية عن الدوري المحلي لفائدة العصبة. بلاغات ديال الأندية ديال التضامن وكذلك الإعلاميين اللي نزهوا القجع وقدسوه، فهذا غلط. فالقجع اليوم كيثبت أنه إنسان ديال الحوار، وأنه إنسان إلا شاف شي أمر اللي غير صحي في الكرة الوطنية فهو كيستجيب ليه. وكيفاش استجاب القجع لهذا الأمر؟ فالقجع مرر عدة اختصاصات ديال الجامعة إلى العصبة، منها التحكيم. والتحكيم اليوم فتم إقالة رسميا حدقة المديرية ديال رئيس مديرية التحكيم ثم العكواشي. بالتالي القجع كينصف جمهور الرجاء، والقجع كان ذكي بزاف لانه حيد عليه صداع وعارف ان هذا المشكل ديال التحكيم ما غيساليش. وبالتالي فوض كل شيء للعصبة. والآن بالقشور رئيس العصبة غيكون الآن في المرمى كما يقولوا ديال فوهة البركان، فغيكون في المرمى ديال الانتقادات. وبالقشور فعكس اللي كيظنوا الناس، فهو انسان مسؤول جدا وانسان نزيه. فبالقشور ما غاديش يبقى يتعاطف مع الناس ويتعاطف مع الحكام، فبالقشور غيكون قاسي وقاسي جدا، لانه خصو يبين انه كيستاهل العصبة الوطنية وكيستاهل الثقة اللي منحها ليه القجع. ثانيا، هل مشكل التحكيم غيسالي بهذه القضية ديال ان العصبة غتكلب التحكيم؟ لا اظن، لان التحكيم في المغرب هو خاصو واحد الاليات والتقنيات. مثلا على مستوى الفار فشنا كاينين يلاه 7 كاميرات او اقل من ذلك، وبالتالي فزاوية رؤية، وهذه الكاميرات ليس بالجودة باش تعطينا اللقطات بصورة واضحة. وبالتالي خاص العصبة الآن أنها تأخذ واحد دفتر التحملات ديال الفار ثم ديال الملاعب كذلك، لأن لاحظتوا الملاعب عندنا ما كاينينش فيهم فين توضعوا الكاميرات، وبالتالي خاص الملاعب التامة يستجبوا لهذا الدفتر ديال التحملات باش أنهم يولي عندنا واحد التحكيم ديال الفار. وبالتالي الا كان الفار مزيان غيكون عندنا تحكيم مزيان وغيساعد الحكام. والان تم تشكيل واحد اللجنه انها تبحث في رئيس مديريه التحكيم بقياده بالقشور، رغم تداول العديد من الحكام كالحرش وكذلك القزاز. فمديريه التحكيم الان في تحدي كبير انها تواجه هذا الشيء.